السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بصوا الفيديو بتاعنا النهاردة، كله طاقة وحيوية ونشاط كده. يعني ايه شغل رمضاني من اللي قلبك يحبه. اللي هو بقى ايه، مثلا بعد الفطار كده قدرت بقى تقومي تشطبي اللي وراكي وتخلصي وغسيل وبصوا وترويق وتنفيض، تمام. قدرت تعملي الصبح وتمام مظبطة اكلك ودنيتك، برضو تمام. وقولوا لي كده عاملين ايه كده بقى في رمضان وفي العبادة، ووصلتوا لفين كده في الأجزاء بتاعة القرآن، ومين ختم ومين لسه. يا رب كده، يا رب يطلعنا منه كده يا رب، واحنا يعني هقول لكم مغسولين خالص كده، اللي هو يعني في كده نقاء كده من جوانا وراحة نفسية، وحاسين ان احنا الحمد لله الحمد لله كده. ربنا تقبل صلاتنا وعبادتنا وصيامنا، ويا رب ان شاء الله يعني قدرنا كده في العشرة الأواخر. احنا خلاص بقينا في العشرة الأواخر، يعني ايه آخرها وعدكم من النار، يا رب إن شاء الله إن شاء الله يعتقنا جميعا يا رب إن شاء الله من النار ومن عذاب جهنم، اللهم آمين يا رب العالمين. فبصوا بقى كده اتشجعي كده بقى وقومي خلصي اللي وراكي كده، عشان خلاص يعني احنا ايه هنبدأ بقى ان شاء الله تنظيفات العيد، كل سنة وانتم طيبين. طبعا تنظيفاتنا يعني مش هتبقى جامدة قوي، لان احنا كنا منظفين تنظيفات رمضان، فتنظيفاتنا ان شاء الله هتبقى خفيفة مش هتبقى جامدة. وطبعا ايدينا طول شهر رمضان في الشقة والمطبخ وكده، فالحمد لله يعني الدنيا مش هتبقى متبهدلة قوي زي ساعة رمضان. طالما عملت الحاجة زي ما قلت لك اعملي الحاجة بعمق كده، اللي هو من جوه كده، عشان يجي عليكي العيد زي دلوقتي كده خلاص احنا مرتاحين نفسيا ان شاء الله. يعني لو شلنا غسلنا الستاير، اللي هو حتى الستاير ملحقتش تتبهدل يعني، مع لو في سجادة حافظة حاجة هتتغسل وزي الفل، يعني اللي هو بقى تحت السراير نظيفة، فوق الدواليب تمام. المطبخ والدنيا طبعا ايدينا فيها اول باول ملحقتش تتبهدل. وطبعا مكان بقى الدهون والحاجات دي بنمسح اول باول، فتحس ان الدنيا معاك نظيفة وزي الفل. ما عملتش الكلام ده قبل العيد او قبل رمضان، معلش هتتعبي دلوقتي شوية بس. عشان ما تتعبيش جامد، تعملي ايه اللي هو تحاولي تقسمي بقى الشغل بتاع الشقة وتنظيفات العيد. يعني حاولي على قد ما تقدري كده كل يوم خدي لك حاجة كده خطف كده، يعني وانت واقفة في المطبخ كده خدي معاكي الدواليب، حاولي تاخدي معاكي مثلا هتغسلي مثلا حيطة او حاجة من غير ما تبهدلي وتدلقي مية كتير. يعني باللي هي مثلا لو عندك الفرشة اللي هي بعصاية كده وحطيتي فيها حتة سلك، انا عن نفسي عملت بيها تحفة 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 والله يا بنات، ملهاش حل. يعني عارفين اللي هي تدعكي بيها كده الحيطة، وبحتة بعد كده نظيفة، اللي هي مثلا لو عندك الموب اللي هو بتاع وغيار للحيطة تمام، ما عندكيش وعندك حتة مثلا كده يعني على المساحة كده حتة نظيفة ومسحي بيها كده، بس تكون ايه مغسولة، اللي هو تغسليها تبليها وتعصريها حلو ومسحي بيها. مش محتاجة خالص دلق مية ولا بهدلة ولا انك تبردي، الجو برد من غير حاجة. وانت عايزة تخش على العيد بصحتك، بلاش اللي هو ايه رطرطة المية دي وتلاقي نفسك في الاخر جايلك برد ولا حاجة لا قدر الله. لا، فحافظي على صحتك، ومش هتاخد معاكي وقت، وانت ممكن واقفة بتعملي في الاكل تلاقي نفسك عملت الحيطة الحيطة في حيطة في حيطة، تلاقي نفسك خلصتيهم. فتمام كده هتعملي بقى مثلا هتزقي بوتاجاز تحت غسالة تحت حاجة تحت تلاجة، برضو ايه واحدة واحدة، يعني انت ايه اعملي تحتيها كده، مش لازم تقعدي تدلقي مية، ومش بدلق المية والله يا جماعة. يعني مش لازم اقعد ادلق مية انا كده نضفت، لا. انت بالعكس، انت ممكن لو مسحتي كده الاول ولميتي اي اعزكم الله زبالة او حاجة من تحت منها، تمام، لقيتي نفسك بعد كده هتقومي مثلا ايه دعكه كده بالفرشه كده وحبه صابون وتقومي لماها بحته، الدنيا بقت معاكي زي الفل، او بشرشوبه او بالموب بتاعتك، خلاص الدنيا خلاص بقت ما شاء الله زي الفل تحت منها. وعملتيها حلو وخلاص، مش لازم ميه ودلق وبهدله، لا. فواحده واحده كده على مهلك وابدأي كده، وان شاء الله ربنا يعينك ويعيننا جميعا ويعيننا جميعا يا رب يا رب على كل امور بيتنا وكل امور حياتنا. فحاولي كده ابدأي كده من دلوقتي، خلاص احنا في الوقت الضايع، بحيث ان انت قبل العيد بيومين تكوني مخلصة وفيكي صحة كده داخلة على العيد كده مبسوطة، مش اللي هو ايه العالم بيعيد وانت نايمة في السرير مش قادرة تقومي من وجع جسمك. يعني حاولي على قد ما تقدري كده تنجزي وقتك وتنجزي اللي وراكي، بس بالراحة، مش تنجزي اللي هو تاخدي كله خبط لزق كده وفي يوم واحد ولا كده، لا.
زي ما عملنا كده في تنظيفات رمضان، كنا على مهلنا واحدة واحدة، والحمد لله ربنا قدرنا وربنا بيعين. يعني عارفة انت بس توكلي كده على الله واستعيني بالله، هتلاقي نفسك الدنيا ما شاء الله معاكي خلصت على طول. واهم حاجة، اهم حاجة طول ما انت واقفة اذكري ربنا. فعلا بجد طول ما انت على لسانك ذكر ربنا بقى، استغفار، حوقلة، الصلاة على الرسول، هتلاقي نفسك بصي الحاجة بتخلص معاكي بإنجاز وبعمق، والدنيا ما شاء الله زي الفل وزي القشطة. يعني انا عايزة اقول لكم يا جماعة التصوير، يعني انا اشوفه مصورة معاكم كده، يعني هقول لكم التصوير بياخد وقت فعلا، دي حقيقة. بس حرفيا سبحان الله ما خدش معايا، يعني الدنيا حسيتها نظيفة. بس هي الفكرة ايه، كنا يعني مثلا قاعدين مثلا وكان في البطاطين مكان ما كنا متغطيين مثلا بالليل وبنتفرج مثلا على مسلسل ولا حاجة، والعيال بقى متدفيين والجو ده، الجو طبعا معرفش ليه سقع كده مرة واحدة. المفروض احنا خلاص يعني زي دلوقتي يكون ربيع والجو حلو، فالحمد لله يعني. فده هلاقي بطاطين، هلاقي مش عارفة الكوشنز مثلا متبهدلة، هرصها. كنت عايزة اغسل فرش اللي هو بتاع رمضان، اللي هو البيضات بتاعت اللي هي بتاعت الركنة، فشلتها بصراحة حطيتها في الغسالة. حرفيا انا كنت خلصت، يعني كانت هي خلاص. فالحمد لله الحمد لله، كل دي حاجات مش بتاخد وقت طول ما انت ايدك فيها على طول. لو انا بقى مبهدلة الدنيا هتلاقيها حرفيا هتيجي تتبهدل اكتر. انما لما فعلا كذا مره اقول لكم بهدله على نظافه احسن من بهدله على بهدله. يعني لما تبقي مروقه ومثلا حد يجي مثلا يقلب لك المخده دي، يعمل لك معرفش، يجيب لك مثلا بطانيه يحطها يتغطى بيها، معرفش يجيب كوبايه يحطها، هتلاقي برضو المنظر مش بشع قوي. يعني هتلاقي الدنيا، انت ممكن لو شلت الكوبايه شلت عدلت المخده ايا كان، هتلاقي نفسك الدنيا راقت. انما لما تيجي بقى الدنيا بقى مبهدله وحد بقى جه حط لك كوبايه، هتلاقي يعني اللي عارفين اللي هي يعني بالبلدي كده بتزيد الطينه بله، يعني هي كده. فحاولي على قد ما تقدري كده، يعني خلي ايدك في الحاجه على طول، والله هتلاقي الموضوع خفيف مش بياخد معاكي وقت. الدنيا نظيفه، ما تضمنيش اي ضيف يخشلك في اي وقت تبقى شقتك ودنيتك زي الفل، لان هي في الاول وفي الاخر في وشك. انا هنا بقى بص كنت خلاص خلصت كده الصاله الحمد لله، واديني شغاله كده في الارض دي بقى. بصوا اللي هي المقلمه دي كنت وريتها لكم في مشتريات المدارس، دي بتاعت ابني ما شاء الله، يعني هو تقريبا محافظ عليها لانه مش بيفتحها اساسا ولا بيجي جنبها. يعني انا اتفاجئت ان هو مطلعها اساسا هنا، بقول لكم بصوا اللي هو يعني مش عارفه سايبها مفتوحه ورميها، بس ما الحمد لله يعني. وما شاء الله كميه اقلام محترمه، فالحمد لله متعرفوش بيعملوا بيهم ايه كل دون. يعني لو بيحضروا الدكتوراه بتهيألي مش هيحتاجوا كمية الأقلام دي. فربنا يعينهم يا رب ويهديهم ويصلح حالهم جميعا، ويرزق كل مشتاق يا رب بما يشتاء، اللهم امين يا رب العالمين. وهنا بقى بص كنت خلاص بقى ظبطت فرش الانتريه وتمام والحمد لله، وهكنس بقى هاخد معايا الارض بالمره، وكنت الصاله خلصتها وكنستها وبقت معايا زي الفل والله. وبعد ما خلصت انا ما كانش في نيتي خالص ان انا هطوق ولا هعمل حاجه كده، اللي هو همسح كده السيراميك. فقلت لا اجيب الشرشبه بالمره كده واخده في ايدي كده اديله لمعه. ما اخدش معايا دقيقتين، يعني هقول لكم مش هقول لكم 5 دقايق، ما كملش معايا. يعني انتوا هتشوفوا معايا في التصوير ليه تلميع كده خفيف من على الوش، مش ما قلبتش حتى السجاد، يعني سبته كده ولمعت كده بسرعه عشان الحق اخش للاكل عشان اعمل فطار. فالحمد لله يعني الموضوع كله ما بياخدش حاجه، مش لازم اللي هو اقلب واعمل وكركب. لا الحمد لله يعني الموضوع خلص معايا الحمد لله بسرعه. بس الفكرة كلها انك بس تبقي عايزة تعملي وتنجزي، هتلاقي نفسك والله بتنجزي والدنيا تمام وزي الفل. بصوا يعني الشقة بجد بجد وقتها بتحس براحة نفسية. واهم حاجة ان انا بحب اعمل الشقة قبل ما اخش للمطبخ، لان المطبخ بيسحب كل طاقتي حرفيا، يعني المطبخ بيسحب الطاقة كلها اللي عندنا. فعشان كده بحب اخلص الشقة كده، حد جالي على غفلة بتاع مش هخرج بقى ايه، اسيب اللي في ايدي في المطبخ واخش للاكل، واخش اصلي واخرج لترويق الشقة وكده. فاللي هو لا يعني ايه، تبقى الدنيا كده سايبة شقتي نظيفة، حد جالي في اي وقت تمام الدنيا زي الفل. ويبصوا بقى يعني كانت الدنيا راحة نفسية مفيش بعد كده. ده فانوسنا الجميل العسل اللي بجد ده روح للشقة تحفة السنة دي. فالحمد لله، ويا رب يا رب كده يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلبكم ويكون عجبكم. وما تنسونيش كده بدعوة حلوة، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.